السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة الفيديو ريفيو عن الكبة، كبة تاتش الزنوكي. دي كبة صناعة مصرية. النهارده هنتكلم ايه المميزات اللي انت عايزاها في الكبه. يعني لما تكوني عايزه تروحي تشتري كبه، ايه الحاجات اللي انت محتاجاها فيها. طبعا الكبه دي من الاجهزه المهمه اللي لازم تكون موجوده في مطبخك. في طبعا اجهزه يعني بتبقى كماليات، لكن الكبه دي من الاساسيات. فلما تكوني انت عايزه تنزلي تشتري حاجه من الحاجات الاساسيه، فطبعا اول حاجه هتدوري عليها الكبه. تعالوا كده نشوفوا الكبة دي ايه المميزات اللي فيها اللي خلتني انزل اشتريها. هنا الكبة كاتب لي كده عليها على العلبة ان هي كبة للحمة، وفيها طبعا دي الملحقات اللي موجودة جواها. سكينة 3 شفرات اللي هي بتاعت كمان الكريم جانتيه، وكمان بتاعت تقشير الثوم. ومكتوب على الكبة هنا كده على العلبة بتاعتها ان ليها ضمان 2 سنين. نسمي الله كده وفتحناها. بصوا كده، اول حاجة لازم تدوري عليها في الكبة الدورق لازم يكون كبير. بلاش تجري ورا الكبة اللي هي الدورق بتاعها صغير، ده بياخد كمية صغيرة. ما تبصيش ان انتي مثلا نفرين او 3، لا، ممكن تكوني بتعملي حاجات بكمية وهتحتفظي بيهم مثلا في الفريزر، فطبعا هتضطري ان انتي تعملي اي حاجه يبقى على مرتين وتقعدي تشغلي الموتور كتير. لكن لما بتجيبي الدورق بتاعها كبير فبيتحط كميه. الدورق هنا 2 لتر، يعني بسم الله ما شاء الله كبير واسع. 2 لتر ده كبير، تمام، يعني ياخد اي حاجه مرتاحه. طيب، وزي ما احنا شفنا كده، اول حاجه كانت معايا اللي هي قشاره الثوم اللي هي بتعمل الثوم. طبعا بيبقى مكتوب على الصندوق دورق ضد الكسر والكلام ده كله، طبعا يعني ده كلام وخلاص، مفيش حاجة اسمها ضد الكسر. كمان وانتي بتدوري على الدورق، لاني انا اتفرجت على يعني حاجات كتير، بلاش اللي هي بيبقى الدورق بتاعها ازاز. دي بتبقى خطر طبعا عليكي لو انتي الحاجة تقيلة اتخبط وانتي بتغسليه، طبعا مخاطره كتير. انا معايا هنا الدورق ده اكليريك اللي هو نفس الخامه بتاعه الخلاط. القطعه اللي معايا دي بتاعه الكريم جانتيه. طيب، هنا ده كده السنون بتاعتها دي معايا 3 شفرات، تمام. هنا ده البلاستيك ده غطا بيحمي السن، تمام، بالطريقه دي. طبعا سنونه حاميه جدا. فهنا عندي 3 دي يعني بتضرب لي بسرعة، كمية أسرع. بصوا كده، كل ما انت يعني عايزة حاجات بسيطة هتحطي شفرة واحدة، حاجات أكتر هتحطي 2، ملو الدورق كله هتحطي 3 شفرات. فطبعا كده من تحت هيضرب ومن فوق هيضرب، فهيخلصك بسرعة جدا. مش محتاجة اللي انت تطلعي تفتحيها ومعلقة وتقلبي، إلا إذا يعني ايه هتبقى حاجة بسيطة. هنا ده بقى كده الموتور. يبقى احنا كده شفنا الملحقات اللي معاها، ده كده الموتور. طبعا هو كان فيها الفل والراجل طلعهولي وخليته طبعا يجربها لي قبل ما اخدها. انا شفت انواع كتير جدا، وقبل ما اروح اشتري اتفرجت على ريفيوهات كتير قوي علشان اعرف انا عايزه ايه. لكن انا الحاجات الاساسيه اللي كانت عندي، عايزه دورق كبير، عايزه يكون السن بتاعها يكون معدن مش يكون بلاستيك، تمام. النائل بتاع الحركة بتاعتهم المعدن. انا مش عايزة السن يكون بلاستيك ده هيتبرى منك طول ما انتي ما شغالة، البلاستيك ده هيتبرى، تمام. لازم تتأكدي ان انتي معاكي الورقة بتاعت الضمان والكتالوج ده مهم جدا، لازم تقريه كويس قوي قبل ما تيجي تشغليها. ده فيه كل حاجة. طبعا بيكلمك في اول حاجة عن الشركة دي مصرية، تأسست امتى، الكلام ده كله. فلازم طبعا ان انتي تقريه كويس. بيجي كمان بيديكي الرقم الساخن اللي انتي بترني عليه، تتصلي بيهم لو لا قدر الله فيها اي مشكلة، ففي طبعا مكان للتصليح. طبعا دي كمان حاجة مهمة لما تكوني بتدوري على كبة يكون ليها قطع غيار. يعني في أجهزة ماركات حلوة يعني، بس المشكلة لما بيكون في حاجة لا قدر الله يقولك ما عنديش قطعة الغيار. قطعة الغيار دي غالية جدا، وكمان إذا لقيتيها.
فلازم اتاكد من ان يكون في اماكن للتصليح، ان السن ده اللي انا بوريه لكم دلوقتي يكون معدن، والسنون زي ما وريتها لكم بتاعه الملحقات السكينه والكلام ده كله معدن 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 مش بلاستيك. الدورق يكون كبير، يكون 2 لتر، يكون اكريليك. طبعا انا بحافظ على العلبه، بحط فيها الحاجات اللي انا مش بستخدمها الا يعني كل فتره طويله. وكمان لا قدر الله لو في اي مشكله يبقى ورقة الضمان، الكتالوج لو أنا حبيت أرجع له في عملية التنظيف وكل الكلام ده والتركيب يكون موجود في العلبة. فكل جهاز عندك حافظي عليه، حطيه في علبته. بتاعت قشرة التوم دي بتقشر توم بس بكميات كبيرة، يعني لو عندك كمية كبيرة وانت عايزة تقشري مرة واحدة 3-4 كده روز، فبتحطيهم كده وبتقشرهم لك. تمام. ايه تاني كنت عايزه اتكلم فيه؟ الموتور ما بيتغسلش. تمام، ده بيتمسح لان الموتور ده طبعا كهرباء، فده بيتمسح بمنديل مبلل بفوطه كده منديه، لكن كل حاجه فيها بتتغسل فتحافظي طبعا عليه. طب انا ايه اللي خلاني ان انا انزل اشتري كبه؟ انا كان عندي ده كده ده بيتحط كده من تحت البلاستيك ده علشان يحميلي الدرق، فده لازم تحطيه، يعني ما تشيلهوش والكلام ده، لا ده بتحطيه. انا كان عندي كبه كبيره براون بقالها عندي 16 سنه، فيكفيكوا الشر كده بعيد عنكم اتحرقت. فبعد ما اتحرقت رحت علشان خاطر اصلحها، فطبعا قالوا لي الموتور بتاعها وصل ل 3000 جنيه وكمان مش موجود. طب ايه؟ قال لك لا هنحط موتور بس صيني، فهو الموتور هيبقى سرعه واحده، فاحنا هنعمل ايه؟ هنغيره. غيرته ب 750 جنيه وما اشتغلتش الا مرتين وانتهت على كده. فطبعا انا بشتغل كتير جدا بالكبه، يعني انا بقول لكم دي اهم جهاز عندي الكبه، فاضطريت ان انا انزل اشتري. فنصيحه لاي حد بيجدد في الاجهزه بتاعته او عروسه جديده بتجيب الاجهزه، بلاش تجيبي الحاجه الكبيره اللي فيها كل حاجه. تمام، لا جيبي كل جهاز لوحده، يعني الخلاط لوحده، الكبه لوحدها، الهاند بلندر لوحده، علشان لا قدر الله لو حاجه باظت تقدري ان انت تصلحيها بسهوله. ولازم تدوري على الماركه اللي انت هتجيبيها يكون ليها قطع غيار ومكان للتصليح. انا جيت هنا عشان اجربها، دمي اتصفى لان جيت اجربها مش عايزه تشتغل والراجل كان جربها لي حرام. فوصلت ان انا كنت حاطه الموتور غلط. دلوقتي هنسمع الصوت مع بعض. بصوا صوتها قوي، يعني بسم الله ما شاء الله بتضرب كويس جدا. بصوا بسم الله ما شاء الله، الله أكبر. يعني هي بسم الله ما شاء الله بتضرب كويس قوي. فانا دلوقتي يعني عايزه اقول لكم ايه، دمي الصفة لما انا جيت اجربها لقيتها ما بتشتغلش. فالمهم ان الغطا بتاعها الموتور لازم بحطه الاول في الغطا وبعد كده بحطه في الدرق ذات نفسه، لان بصراحه تركيبه صعب جدا. بصوا فرمت معايا كده البصل، وعلى فكره بتفرم انعم من كده بس ده انا كده كنت محتاجاه. وجربت بعديها كمان الخضره، يعني فرمتها ما خليتهاش ميه عصير، لا فرمتها. فبسم الله ما شاء الله اللي عايز يجربها يجيبها، يعني جميله جدا. وانا استخدمتها ما نزلتش الفيديو الا لما جربتها اكتر من مره. انا كنت جايباها بالظبط يوم 4/1، فجربتها في كذا حاجه، في الطماطم، في الخضره، وجربتها في اللحمه والبانيه. بجد بتفرم كويس قوي. سعرها كان كام؟ كان عامل 1200 جنيه. جايباها منين؟ من اي محل بتجيبيها، يعني ده مش موقع ولا اعلان ولا الكلام ده كله، من اي محل جنبك. بس لازم تتاكدي كده من الملحقات ويخليه يجربها لك. وبجد هي حلوه، بس الموتور صعب في التركيب، يعني علشان اركبها كده بياخد مني وقت. فاسهل حاجه ان انا بحطها في الغطا الاول، بركب الموتور في الغطا الاول وبعد كده بنزله كده على الكبه. والسلام عليكم.